يا ابو يوسف. ايه يا باشا؟ ايه يا عم عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. البيت كله نور والدنيا كلها ها نور. لخصي ماشي. محتاجه ايه؟ طبعا انت كنت طلبت مني من شويه كوبايه ينسون. فين الكوبايات اليانسون دي يا ام يوسف؟ انا بقى مستنياك انت اللي تقوم تعملها. انا اللي اقوم اعملها وانت ما تعملهاش ليه؟ عايزك بقى ايه انت تقوم تعملها كده احسن انت اي حاجه بتعملها تبقى زي العسل. وكمان قبل كده عملت شاي. طب ما انا اصلا لو عملتها اعملها لي انا، مش هعمل لك انت حاجه. طيب بس انا عايزك تقوم تتحرك كده بقى يعني. اقوم اتحرك؟ حاضر من عيني. يعني انت عايزه اقوم انا اللي اعمل كوبايه اليانسون؟ امال انا؟ يعني انت مفكره ان اليانسون صعب عليا؟ لا طبعا مفيش اي حاجه صعبه. مش انا عملت الشاي قبل كده وعملت العصير وعملت النسكافيه وعملت الاندومي وعملت كل حاجه. يلا بينا. جات بقى على اليانسون. عينيا لليانسون. يلا بينا. ورجعنا المطبخ تاني. يلا يا ابو يوسف. وان شاء الله المطبخ هيخرب النهارده ان شاء الله يا ابو يوسف. قشطه عليا. قشطه عليه. هنعمل ايه؟ احنا داخلين المطبخ نعمل ايه يا ام يوسف؟ داخل عشان تعمل لي ينسون انت هتعملها. انت تمام. تعملها نفسك؟ ليا انا ان شاء الله. لا ليا. طيب هي فين الكنكه الاول؟ تمام كده. ادي الكنكه اهيت يا جماعه. هتعمل في دي؟ اعمل في دي ان شاء الله. شوفوا يا جماعه ابو يوسف وهو بيتحدى الاعاقه بتاعته بيعمل اليانسون. اتعلموا مني. انا دلوقتي جبت الكنكه، عايز بقى اجيب الكوبايه عشان املاها ميه وافضها في الكنكه. احنا دلوقتي بنجيب الكوبايه اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي جبنا الكوبايه دي. ده انت رق الكوبايه حلوه قوي. طبعا. امال ايه يا بنتي؟ هو ابو يوسف هيشرب فيها كوبايه ولا ايه؟ هنملى الكوبايه ميه ونقول بسم الله. الله ينور. بس كده. الكوبايه ما وقعتش ولا شوفي. جا بالظبط. سبحان الله. هي الكوبايه. بص يا ام يوسف، بص يا ام يوسف، الكوبايه عارفه ايدي. طبعا. تمام. بسم الله. نفضي بقى في الكنكه ان شاء الله. تمام كده احنا زي الفل. نجيب بقى احنا المعلقه. اين المعالق؟ اين المعالق؟ المعلقه فين؟ طبعا احنا عايزين معلقه صغيره اهي. تمام. هنجيب احنا بقى اليانسون عشان نلقمه في الكنكه. صح يا ام يوسف؟ صح يا ابو يوسف. ان شاء الله عليك كده شغال لوحدك. امال ايه يا بنتي؟ احنا بنهزر ولا ايه؟ بس ايه رايك في البتاع بتاع الفلافل دي؟ لا حلو. شكلها حلو. جميله. ادعي لي بقى. نجيب بقى معلقه يانسون حلوه. ادعي لي. ربنا يخليك ليا يا ام يوسف يا رب. بس كده. ويكبر بخاطرك يا رب. شكرا. الله. انا بحب يا جماعه اعمل كل حاجه بنظام. انا اصلا بحب النظام. تمام. ربنا يسلمك. نجيب بقى الكنكه كده ونحطها على البوتاجاز عشان نبدا نولع على اليانسون، وان شاء الله يبقى احلى يانسون في الدنيا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا يا جماعه والله انا بعمل كل حاجه يعني بالتحدي كده. يعني الحمد لله ربنا منور لي بصيرتي. كل حاجه بتتعمل قدامك اهوت. شايفين كل حاجه على طبيعتها خالص. ربنا ينور لك قلبك كده. انا حطيت الكنكه اهوت على البوتاجاز. يا جماعه مفيش اي حاجه صعبه، اهم حاجه بس يبقى عندك اصرار وتحدي وخلاص، وتعتمد على ربنا اولا. بسم الله. انا اللي بولع لوحدي اهو. الله، ده من اول مره. امال ايه يا بنتي؟ هو المسدس عارف مكانه. يقوم تك يقوم شغال على طول. طب وطي شويه عشان الايد ما تسخنش وما تلسعش ايد. تمام كده. لا كمان. بس لا علي سن. تمام. لا اوطي سن بس كده. بس كده. ما تلبخنيش بقى يا ام يوسف بقى. طبعا يا جماعه انا الحمد لله بفضل الله زي ما انتم عارفين بعمل كل حاجه لوحدي. وبنصح اي واحد كفيف ان انت تعتمد على نفسك، لان هيجي لك في يوم ومراتك مثلا هتتعب، هيجي لك في يوم وامك مش هتبقى موجوده، ابوك مش هيبقى موجود، اخواتك هيتجوزوا. فانت لازم تحاول ان انت تعتمد على نفسك وتعمل كل حاجه لوحدك زي ما انا بعمل كده. يعني مره هتصيب، مره هتخيب، مره هتنجح، مره هتفشل، وكل حاجه هتبقى زي الفل. طيب نبدا. اللي احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هي دي فين الكوبايه؟ تمام هي دي الكوبايه. نبدا بقى اللي احنا نلقم. تمام. نلقم السكر بقى كده عما
الميه عمال يغلي. عمال الميه تغلى كده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارف انا جبت السكر ولا جبت الملح، بس يلا اي طب حاجه. حظك بقى. انا وحظي بقى صحيح على راي ام يوسف. تمام، فان شاء الله يكون ده السكر. اكيد السكر. طب دوق. ده السكر. تمام كده. طب هات لي معلقه. مش كفايه انا موجوده يا ام يوسف؟ لا في انا سكر عايزه. غيري اه كده. 1 ادي كده 2 ادي ايه ده كده كله؟ 3. ايوه طبعا. 3 معالق سكر. انت اللي هتشرب ماليش انا دعوة. اللي هشرب عشان طبعا. ما تقعدش تقولي سكر زايد سكر لا ناعم. كده حلو كده. تمام كده الدنيا زي الفل. احط بقى كل حاجه مكانها يا ام يوسف بقى. ايوه كده رتب. صح. خليك شاطر وجد. طبعا يا ام يوسف، يعني احنا بنحب النظام يا جماعه شويه، ربنا يصلح حالك. وعشان برضه ما نتعبش ام يوسف برضه اللي نعمله نرجعه تاني مكانه. الله يخليك. لان يعني تعب ام يوسف دوت بالنسبه لي يعني بزعل اول لما بتتعب والله في اي حاجه. الله يصلح حالك يا رب. طيب الميه بتغلى اهيت. طبعا ما رضناش نقفل عشان تشوفوا اللي انا اللي بعمل كل حاجه لوحدي، الله ينور عليك. وانا اللي ولعت البوتاجاز، وانا اللي عملت كل حاجه قدامكم، يعني كل حاجه باينه، يعني ما كل حاجه زي الفل. الله ينور. نبدا بقى نطفي على الميه. ان شاء الله. بسم الله. بس خد كده. بالك بقى لا تلسعها. تمام يا ام يوسف. خد بالك. امسكها من الطرف. بسم ايوه. الله الرحمن الرحيم. ده اصعب مرحله بقى يا ام يوسف، خلي بالك. طب خد بالك. ده اصعب مرحله. لا ما تمسكهاش من هنا. ثانيه يا ام يوسف، ثانيه يا ام يوسف، اهدى عليا. هي فين المصفى يا ام يوسف؟ المصفى. انت ما عرفت؟ مش عارف مكانها فين على فكره، المصفى فين؟ والله والله. هي عند المعالي. طيب ماشي، هندور عليها وهنجيبها. تمام صح؟ إيه لا خد الصغير. الصغيره؟ عشان دي ما تحرقش. ماشي عادي اهي. ماشي. تمام كده. حط المصفى، نحش المعلقه الاول. لا عادي ممكن تدخل المعلقه جنبه. لا عشان بس ايه تبقى الدنيا سهله كده بالنسبه لي. ماشي. ده اصعب مرحله يا جدعان. طبعا هو اول مره يعمل ينسون لوحده. والله العظيم اصعب مرحله اللي انا اقوم حاطط المصفى كده على الكوبايه وافضل ميه في الكوبايه. بالراحه خد بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بس ان شاء الله هتعدي، ان شاء الله هتعدي بالراحه. باذن الله هتعدي. لا حش ايدك من عليه. ثانيه يا ام يوسف. عشان بس ما تتحرقش. بسم الله. بص استنى. فضي من الناحيه اللي يمتك انت عشان ليها بوز كده. بس بالراحه. بسم الله. لا استنى حش ثانيه ايدك. ثانيه. لا كده. لا رجعها ورا شويه. كده. بالراحه. انا عايزاك تحش ايد وتدخل الكوبايه جوه شويه. كده. حش ايدك بقى. استنى. رجع الكوبايه ورا شويه الكنكه. فضي بقى. فضي مره واحده. فضيها كلها. بس كده. لسه في ولا خلاص؟ خلاص. ثانيه. لا كده خلاص. تمام الله ينور. طبعا يا سلام. جماعه هي بصوا والله العظيم الحاجه دي صعبه فعلا اللي هي ايه. لا بس انا خلاص يا ام يوسف كده، يعني كده كله تتفضى تمام. واول مره يعملها لوحده فعادي يعني مش غلط المساعده. كده تمام. لا عادي. يبدا بقى ندوبها عادي خالص كده. الله يصلح. وده احنا بنتعلم، كلنا بنتعلم، مفيش تعلم حد ما عشان لما بيتعلمش. تعب تبقى تعملها لي. بعد الشر عليك يا ام يوسف من التعب. الله يصلح حالك. طبعا احنا دلوقتي بعد ما فضينا بقى بندوب الكوبايه عادي خالص اهوت. تعرفين يا جماعه ابو يوسف يعني ديت حاجه انا ما كنتش اتوقع ان هو ابو يوسف يعملها بس هو قال لا مش هقول لا على حاجه ما هي مع انها صعبه على اي حد كفيف. ممكن اي حد كفيف تاني يقول لا مش هعرف اعمل كده. وزي ما شفتم كده يا جماعه كوبايه اليانسون اهي. طبعا ام يوسف ساعدتني في ايه؟ اللي هي بس قالت لي تاخد الكوبايه شويه عشان افضي بالكنكه. ايوه عشان لان عليها مصفى، فلما يكون في مصفى كده المصفى عماله بتتزحلق على الكوبايه. ايوه. لا انا عارف اتحكم في المصفى ولا انا عارف اثبت الكوبايه. بس
يعني الحمد لله فضيتها هو لوحدي كذا مرة برضه. قبل كده فضى قدامكم المية سخنة وعمل عادي كل عادي حاجة. خالص تمام، بس موضوع اليانسون ده عشان المصفى بس. أيوة، الفكره أيوة. هنا في المصفى. عادي. ولكن الحمد لله عدت على خير وفضينا اليانسون وعملنا احلى كوبايه يانسون اهيت. ألف هنا وشفا. طبعا بقى ما تنسوش بقى تقولوا لي انتوا عايزين نعمل ايه المره الجايه وانا اعملها لكم ان شاء الله قدامكم. كل حاجه هتبقى زي الفل. ما تنسوش بقى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا نقول لهم ايه بقى ام يوسف؟ سلام.